أكتر من 20 مليون شخص ماتوا علشان يوم زي ده يتكتب في التاريخ. من سنة 1941 لحد 45 روسيا كانت في معركة حياة أو موت ضد النازية. 6 سنين من الجوع، من الحرب، من البرد اللي بيكسر العظم. لما هتلر غزا روسيا الكل كان فاكر إنها هتنهار، بس اللي حصل كان مفاجأة. روسيا حولت الدفاع بتاعها لهجوم وهجمت على برلين ورفعت العلم الأحمر فوق الرايخستاج. ومن ساعتها يوم 9 مايو بقى عيد النصر الروسي. عيد النصر مش مجرد حفلة، ده تخليد لواحدة من أشرس المعارك في تاريخ البشرية. سنة 1945 الجيش السوفيتي انتصر على النازية، ولكن بأي ثمن؟ 27 مليون ضحية. ومن ساعتها روسيا بتحتفل بعروض ضخمة جدا، وأكبرها بيكون في الساحة الحمراء أو كراسني بلوشت في موسكو. دبابات، طيارات، جنود، وكأنك رجعت لزمن الحرب العالمية الثانية. وفي تقليد مؤثر اسمه الفوج الخالد. الأطفال بيرفعوا صور أجدادهم اللي حاربوا علشان اللي ضحوا عمرهم ما يتنسوا. 9 مايو مش بس عيد، ده تذكرة إن الحرب مهما كانت بطولية هتفضل غالية، والسلام أغلى من أي نصر. وهنفضل فاكرين علشان ما نكررش.